من احلام حياتي يعني ان مصر تكون هي المناره، الصوت للكلام ده في تغيير الخطاب الديني ان شاء الله. مصر اكيد بتحاول. تمام. فاحنا ناخده كله، مش فقره الصحابه بس. ماشي. شوف بس معايا اللي حصل. لو سيدنا سليمان كان نبي وملك وقاضي كمان، قاضي ابن قاضي، ابن داود كان قاضي. تمام. حلو. كل الانبياء مسلمه، اللي هو ايه، لا اله الا الله، ما عندهمش انه ده مسيحي ده يهودي، مفيش الكلام ده. الانبياء كلها بلا استثناء مسلمه. وحتى في القران يعقوب قال لاولاده هتموتوا وانتوا ايه يا اولاد مسلمين، وانتوا مسلمين. حاضر. مسلمين. فكل الانبياء مسلمه. سليمان مسلم. حلو. بيركع بيسجد لله. شكرا. حلو. كان عنده ملك ما حدش عنده، خلاص انتهى، قفل، اقفل الموضوع. ملكه ولا ملك امريكا ولا الصين ولا الكلام الفارغ اللي بيعملوه ده، والاي اي والكلام الفارغ ده كله، والنيوكلير ويبنز، كلام فارغ جنب سليمان، كلام فارغ. سخر له الريح عشان حركة الملاحة والاقتصاد اللي بيقرفونا بيها دلوقتي. سخر له لغة انه يسمع لغة الحيوانات، النملة وعدى من الناحية التانية. سخر له الجن والمارد والشياطين يعملوا له كل حاجة بقى تحت البحر، اللي هو ايه، كله بأمر الله كله. سخر معاه، مفيش بعد كده. وطيوره وحاجته الكلام ده كله. يسخر له هدهد طائر قد كده يعني، حتى يا ريت صقر او نسر. الطيور الجارحة. احنا عندنا صقور لا تنام، نسور لا تنام، ينزلوا يصطادوا. حلو. بس سخر له هدهد برضه. الفتوحات الإسلامية اللي عملها سليمان كانت برعاية الهدهد. كان سليمان لا يعلم كل ده، ولا يعلم عن السبأ nothing. ما يعرفش ايه اللي بيحصل في سبأ. كل العز ده وعارف السقطة واللقطة في الأرض، وما يعرفش اللي بيحصل في سبأ. ربك بقى. يعني CIA والMSA والKGB والموساد بيزعموا ان هم عارفين كل حاجة، واحنا مصدقين، ما احنا بهايم. بيزعموا ان هم عارفين المخلوقات الاخرى اللي ربنا قال ما حدش هيعرفها غيره، واحنا نصدق، ما احنا بهايم. حلو. فربنا بيوري لك حتى سليمان محدود. يلا. واللي راح يستكشف المعلومة حتى ما خدش اوامر او توجيه او تكليف انه يستكشف المعلومة، كان هدهد. صحي من النوم لقى نفسه بيطير، ربنا طيره في حتة كده معينة، طار. واللي يأكد لك ان دي مخلوقات انتليجنت، عارف يميز ان دي مملكة وان دي ست وانها بتحكم مملكة وبتصلي غلط لدون الله وعندها جيش. يبقى الهدهد معاه فكر، بيعرف يميز، كأنه جهاز مخابرات. صح؟ صحي من، حتى سليمان ساعتها اتعصب، فين الهدهد؟ ازاي يمشي من غير اذني؟ مالك بقى، انت عارف. نهار اسود، ومن انا هجيبه ابهدله. انا قال لك ايه، هجيبه ايه؟ اعذبه. تعذيب الهدهد ما كانش بالتخيل العنيف الغبي الغشيم اللي بيقعدوا يحكوا عنه. غالبا كان تعذيب الهدهد ان هو ايه، ممكن ما يشوفش سليمان يوم، او يحطه مع غراب. ده التعذيب. يعني تفلوا ريشه. الملك عايز ايه؟ الجيش بتاعه حواليه، عايز يشوف رجالته وحاجته حواليه. حلو. الهدهد وهو راجع من السفرية، عشان برضو ربنا بيقولك سليمان برضو ليه حدود. قال له بص، انا جاي لك بنبأ انت ما تعرفوش، كلمني عدل. فكك بقى ايه ان شلوت سيادتك دفعه للامام وطال عمرك وانكسر قدامك وانحني ومش عارفه ايه والذل والبهدله دي. لا، بقول لك ايه، ده ربنا بعتني مكان، شفت لك حاجه وجاي لك دلوقتي بتكليف رباني، كلمني عدل. الهدهد كان بيطلب من سليمان
اتكلم معاه كويس. انت متخيل يا معلم؟ انت متخيل احنا فين في الاسلام؟ متخيل الاسلام عزيز ازاي؟ انت متخيل؟ شوف الاسلام عزيز ازاي. حط سليمان الملك حط له حدود. انا جاي لك بنبأ، مش تمسكوها تفشخوها وتخطفوها، لا انا جاي لك بنبأ. صباح الفل. حلو حلو، احنا معاك، انا معاك كمل. شفت الست بتحكم ملكة وعندها جيش وارض وبتاع، بس بتسجد لدون الله، تسجد للشمس. انا جاي لك بالمعلومة دي. حلو. طب سليمان لما مؤاخذة يعني بملكه ده كله كان محتاج حاجة من السبق؟ كان محتاج بترول؟ كان محتاج غاز طبيعي؟ كان محتاج اي حاجة زيادة في الكوكب؟ كان محتاج حاجة؟ ما كانش محتاج حاجة. كان على وضع اللي جابت وضعه، مملكة غنية جدا جدا جدا. حلو. يبقى سليمان دوافعه ايه؟ دوافع سليمان انه يكلم ملكة سبأ ايه، يتحرش بيها مثلا؟ كان دوافعه ايه؟ انا جيت مثلا وجدت امرأة تملك. حلو. كان دوافعه حتى يحكم سبأ ان هو ايه، انا هشيل واعمل انقلاب على الملكة واخد انا سبأ. دوافعه الوحيدة يا بنت الناس اسجدي لله، يتمم مهام الله. شكر، مش عايز منها حاجة، لا عايز منها ولا من مملكتها ولا مش عايز، انا مستغني. حلو. يبقى دي بقى ايه، نبدأ نفكر بقى ان دي اسمها ايه، فتوحات اسلامية. ازاي سبق تحولت من ضالة لمسلمة برعاية الهدهد لنفسها. دوافع سليمان تنفيذ أوامر الله بس. توسع الإسلامي هو ما توسعش، هو الإسلام بس انتشر لمصلحة الشخص، المملكة دي ما خدش حاجة منها. مش محتاج، ربنا بيوري لك اهو انه مش محتاج ياخد. جايه لك في الكلام. عشان كده بقول ايه، العقيدة عقيدته بتقول كده، اعدل الميلة. الاسلام ده حاجة، انتوا واحد كل يوم بيحمد ربنا انه مسلم. المهم قال لك نعزمها، عمل ايه؟ جاب الجيوش والسيف وراح يموتها ويعمل ويجيبها من شعرها ويحبسها ويبعت لها حد يخطفها وكارت ارهاب والكلام الوسخ ده. ملكة هتعمل معاها ازاي؟ اعزمها، اتيني تعالي لي انت وجيشك وحاجات، بس تعالي لي مسلمين. ف ف ف ف بحكم خبرتها مع الملوك، لانه obviously مش كل الملوك مؤمنين او مش كلهم عندهم عقيدة. بحكم خبرة الست العبقرية، الملكة العبقرية، خبرتها في الدول، خبرتها مع الملوك، ان ايه، الملوك لما بيدخلوا قرية بيجيبوا عليها وطيها، العزيز بيذلوه. الست شافت اوريدي وسخت البط، عايزة تحمي نفسها ومملكتها. حلو. اذا ده الست دي معاها قوة استخباراتية، مش قاعدة حمارة على دماغها يعني، معاها رجال بيقولوا لها اللي بيحصل. والله بقتل رؤيتها قصر اللؤلؤ اسمعت بعد رؤيا عرشها عند سيدنا سليمان صرحنا بالدنيا أسلمت بعد أن قالوا وما نحن أولياء بسبب شديد. أنا بحاول ريليت قصتهم بالأجواء الحالية يا ابن حامد. اوكي، الست اوريدي ذكية، معاها معلومات، شافت، عرفت، مخابراتها جامدة، جيشها جامد، مخابراتها جامدة على وضعها يعني، عارفة مين ابن المرة عارفة مين فقالت تعمل ايه بقى عشان خاطر تطمن من دعوة سليمان. جين سليمان كان بيدعوها للإسلام، شوف الدعوة كانت عاملة ازاي. تعمل معاه ده ولا تعمل معاه ازاي؟ لازم اختبره بقى. انا دلوقتي هضطر اتعامل مع هذا الملك، اختبر امه، انا لازم اختبره. خلي بالك، شوف تعزيز المرأة،
برغم ان هي ضالة عن الله، ولكن ربنا كان معززها انها ملكة بجيشها بمخابراتها بقوتها. والدليل في القرآن، افتوني، قال لي احنا ناس جامدين واقوياء وزي الفل، خد انت القرار. سألت رجالتها احنا الكلام على ايه؟ احنا زي الفل، احنا اقوياء، احنا نقدر عليهم، نقدر على كل حاجة، اتعاملي انت. شوف عزز المرأة ازاي اتضلل ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرفوا بس ان رجال المسلمين ما يفهموش اي حاجة عن دينهم. اختبرته الراجل ده، دعوته صادقة، نيته صادقة، مش عايز مني حاجة، مش عايز فلوس من مملكتي، مش عايز جيشي، مش عايز يغزوني، مش عايز غازي الطبيعي، مش عايز بترولي، مش عايز جسمي. الراجل ده نضيف، الملك ده نضيف، الحاكم ده نضيف، عايز الصح. على فكرة أنا اللي هي مرت بيه أنا مريت بيه إلى حد ما، لما قابلت الناس كويسة اللي هو أنت يعني أنت عايز الصح بس. فالاختبار كان في صيغة هدية، بعت له هدايا كده ونشوف هيعمل ايه. صح؟ برشيه كده، شوف سكته ايه. رد فعل سليمان طبعا غضب، ايه ده انت ايه ده، انا اللي اجيب لك واجيب لك واجيب لك واجيب لك من عند ربي، مش عشان انا اللي جامد وقاعد على شويه بترول او غاز طبيعي، ده من عند ربي، انا اللي اجيب لك، ربنا اداني فهديكي يخرب بيت امك. انا عايزك تشوفي النور، عايز تشوفي ربنا بس، مش عايز منك حاجه. ادي اول اختبار. شوف بقى الراجل عمل ايه، الراجل اللي هو سيدنا سليمان الملك عمل ايه عشان الفتوحات الاسلاميه دي تعتبر فتوحات، ولا هو بيتعامل ازاي مع المراه. مش مجرد بعمل فتوحات مع راجل لراجل، لا ده انا مرأة يا اولاد المرأة، مرأة يا شوية رعاع، مرأة متوجة يا اولاد المرأة. شوف قالت وصح كلامها، العزيز بيذلوه. شعور يعني وحش لما الواحد يبقى عايش في عز وحد ياخد منه العز عشان يذله ويكسر راسه والحاجات الوسخة اللي بيعملوها دي. المهم فبيفكر الراجل هتعامل مع واحدة ست بقى، هتعامل معاها ازاي؟ ما دي ما شوف جمال الاسلام يا جدعان، يا جدعان الاسلام ده يعني دي من احلى قصص التاريخ اللي تتحكي. لما رجالته، تخيل الملك لما رجالته جاب بقى الجيش والمخابرات والناس الحلوه دي، تعالوا لي كده نقعد بقى نشوف الولايه دي هنتعامل معاها ازاي، الملكه دي هنتعامل معاها ازاي. كله يجمع، عايزين نتعامل مع الملكه دي هنتعامل معاها ازاي. عرف، استنبط، فهم، حلل، ذكائه جابه انه عرشها هيبقى حاجه مهمه بالنسبه لها، العرش اللي هي بتقعد عليه، تمام، كمرأة ملكة يعني حاجات كده، عرشها مهم جدا، بالزخرفة اللي عليه، بالمجوهرات اللي عليه، بالتفاصيله، بحبشتكناته. هو بقى تخيل بقى، بص انا مش هعمل لها لا فكك، انا مش هعمل لها عرش، انا هجيبه هو شخصه العرش ده. لا ومش هجيبه بشخصه كده لا ده انا عايز بقى اللي يجيبهولي بسرعه، اغمض عيني افتح الاقيه، استعراض قوه. ليه لا؟ ليه ما استعرضش قوتي؟ انا مسلم معايا متمكن من الله سبحانه وتعالى. المرأة اليوم مالها حق عند ربها، أو الرجال فاهمة، أو الدولة المحترمة. في يعني في المطلق لا، مش محدش بيحترمها كفاية، لكن في أكيد رجالة بتفهم. شوفوا التفاصيل دي يا شباب، لأن احنا لما بنيجي نقعد نحكي على الأخبار بنقعد نقول لك الشيطان يكمن في التفاصيل، وبننسى نتكلم عن تفاصيل الجميلة اللي في القرآن. بنتكلم على حاجات سيئة جدا، تفاصيل عظيمة. لا احنا نجيب بقى العرش بسرعة.
مين فيكم؟ كل دي ايات وعلم وحاجات كده. اشتكنات، كلمه مصريه كده اللي هو عايزين العرش وبسرعه ودلوقتي وحالا وفورا. انا ملك، لازم استعرض قوتي. استعرض قوتي ايه؟ عشان اثبت قوه الله، مش ان انا جامد. استعراض القوه اللي عمالين يعملوه بيثبتوا قوتهم المزعومه. لا، انا عايز اثبت قوه الله. مين اللي هيجيبهولي؟ مين اللي هيجيبهولي بسرعه؟ بنتعرف احنا اهو، معلومات دي معلومات. العفريت قال له هجيبهولك مش عارف ايه قبل ما عينك تقفل. طلع صوت اتقال اللي عنده علم من الكتاب. لسه بقى افحص فيها زي ما انت عايز. اللي عنده علم من الكتاب. هل سليمان نفسه؟ هل مش لسه محتاجه شغل كتير دي، بس واضح ان العلم من الكتاب كان مهم قوي. شكرا. العرش اهو. الست اول حاجه اختبرته مش ما قبلش الهدايه، ما قبلش الرشوه. خلاص، يبقى انا مفيش مانع اروح اتكلم معاه. مفيش مانع اكلمه وانا ايه، انا قويه زيه. انا مش رايحه له خوفا منه، انا بكلمه انا على نفس مستوى القوه. مفيش مانع اكلمه. هو عايز يثبت لها قوه بقى ربنا، مش ان انا ملك جامد. على فكره عندي 6 باكس وعندي حاجات في سيندا، وعندي بشتري راس حكمه ودخلت راس صدر، فجبت عندي ابغى هازي وابغى وبع كامل احترامي لتركي الشيخ او ايا كان مين اللي بيقول ابغى هذا المذيع وابغى. كل ده ملوش دعوه بالاسلام. انتوا ابغوا زي انتوا عيال بتلعبوا. سليمان كان عايز يثبت قوه الله بس. ما حدش ولا مش هو كشخصه، مش عظمته وفخامته والليله الاوفر دي. والنبي الله اقعدوا بقى كلكم. ابن لها التشييد والمباني والحاجات دي كلها، مفيش مانع، بس الهدف ايه؟ عظمتي انا ولا عظمة الله؟ مهمة دي. اللي بيحب يبني ويشيد في الارض، الرسالة هي ربنا مكنني اني احول الصحراء لمكان الناس تعيش فيه تمكن من الله، ولا انا اللي جامد؟ دي في القلوب، عشان ما نقعدش ايه نجري ورا بعض كتير. تمام. ف ابن لها الصرح ده اللي هي بتمشي عليه، تحس انه حاجه جديده كده، مبنى جديد غريب، عمرها ما شافت زيه في سبق تقدمها، مش هتشوف زيه. عشان تشوف ان انا معايا قوه بجد عنها. ما هي قويه، فقوي عايز يثبت لي قوتك، عشان لما اجي اقول لها اعمل معاها الصفقه الحقيقيه، اقول لها خلي بالك بقى جسوت كل الحلو ده، كل ده بتاع الله. انت كنت بتسجدي لحد غلط. فبنى لها الصرح ولا المبنى اللي هو استخدم فيه illusion، تعتبر مش عارفه هي ماشيه على الميه ولا ماشيه على حاجه. مستوى متقدم جدا يعني بالنسبه لها. انا ما شافتش كده قبل كده، ما بالك لو كانت شايفه. فدلوقتي لو واحده زي انا عشان تيجي تبهرها هتعمل ايه؟ ما انا شفت يا معلم. وريه اخلاقك. والله العظيم بص، مهما اتشقلبت انا مش عارف، انا شفت، انا اكتر من اللي شفته. وريه اخلاقك، وريه صدقك في الوعود. مش هتبهرني والله، ولا حد فيكم يا شرق اوسط هيبهرني في حاجه. انا شفت بس. جت الست بمنتهى الترحيب والاحترام والملوكيه والعظمه وي ولقت العرش بتاعها. قالت ايه ده شبه العرش بتاعي. لا يا حبيبتي، مش شبه العرش بتاعك، ده هو العرش بتاعي. ايه ده انت جبته ازاي؟ القوه دي دراج قويه قوي. ما انت ايه العضلات دي بتاخد ايه عشان عضلاتك جامده؟
والجو المرقوع بتاعنا احنا ده، التنجيس اللي احنا عايشين فيه صح؟ بننجس. لا ما مش كده، مش كدس، مش كدس. ايه ده؟ ايه يا سليمان؟ ماذا؟ ايه ده؟ الراجل ده جاب لي العرش بتاعي وبنى لي حاجه غريبه ومش عارف ايه الملك الغريب بتاع الراجل ده. انت مين؟ انا عبد الله سليمان، انه من سليمان وانه باسم الله. شفت الكلام؟ شفت الدعوه الاسلاميه يا استاذ بن حامد عملت ازاي؟ شفت الدعوه الاسلاميه يا اخويا؟ انه من سليمان وانه باسم الله. شو يا لهوي؟ انتهى، انتهى على ايد هدهد ولا جناح هدهد. راح قال لها خدي يا ست الكل الجواب اهو. ايه ده؟ ايه ده دعوه للاسلام. بتقول ايه؟ تقول لي انه من سليمان وباذن الله. عايز نعمل ايه؟ تقولي لا اله الا الله. باماره ايه؟ تعالي اوريكي الاماره. هاتي رجالتك ومخابراتك وجيشك وليلتك بكلك. تعالي يا حبيبتي، الاماره اهي. عرشك ده ولا مش عرشك؟ عرش بتاع ده اهو. انت جبت الملك ده منين؟ إيه؟ جبته من الله. اذا لا اله الا الله. انتهى. شفت الكلام؟ شفت الدعوه؟ بن حامد، انتوا في السعوديه عليكم مسؤوليه معينه. احنا مسؤوليتنا، كل دوله ليها مسؤوليه على فكره في الحته دي. بس شفت دي دعوه اسلاميه ولا مش دعوه اسلاميه يا بن حامد؟ دي كانت فتوحات. فامتد الاسلام من بيت المقدس او من مكان سيدنا سليمان الى ليبيا، المنطقه المنكوبه اللي احنا فيها دلوقتي سيادتك. بغض النظر انه لسه بنو معرفش مين عايزين يطلعوه كافر عشان بيستخدم السحر، وما كفر سليمان ولكن